بسهوله، والمطبخ ده لعبتي. كنت بمسح الرخامه كده من على الوش، لان هي اصلا انا لسه عاملاها اول امبارح بجهاز البخار، فبنضفها كده بس من على الوش. وحماتي حياتي الله يديها الصحه جابت لي العياشه الجميله دي، فكنت بظبطها كده عشان احط فيها اي حاجه كده تبقى شكلها لذيذ. حطيت فيها مفرش ومسحتها كويس جدا، وظبطت ديكور بسيط خفيف لطيف كده لحد ما ابقى اجيب لها ديكور حلو. بعد بقى الرخامه على طول نروح نفضي الصفايه كده، هتحسي ان خلاص الدنيا بقت تمام. ولو عندكم صواني خشب ما تغسلوهاش بميه، لان الخشب المسام بتاعته بتتفتح وبيبلع الميه، وده بيخليه يعفن. فامسحوها بس كده كويس بمنديل، بفوطه، باي حاجه من المطبخ. بعد كده بقى غسلت المواعين، علشان طبعا عمو اللي هيجي يصلح غسالة الأطباق هيجي بكرة، ربنا ينتعه بالسلامة يا رب. والحوض بقى زي الفل، وأخيرا خلصت بجد. أنا هلكت النهاردة. كنت غسلت بقى كده الازايز بتاعه الخل والزيت دي ومليتها. بجد الازايز دي لذيذه قوي يا جماعه. هي بتبقى ازاز كده وبتحطي فيها الحاجات بتاعتك. كل يوم صياحه عايزين فيديو طويل، عايزين فيديو طويل. لو ما خلصتوش ايامكم مش هتعدي معايا. وقولوا لي الاول صحيح ايه رايكم في صوره البروفايل الجديده بتاعتي. وبعد كده دخلت حطيت شويه زفت غسيل، حطيتهم بقى في الغساله بس ما نشرتهمش النهارده عشان كنت خلاص بجد ارهقت يعني. المهم خلصت فرش الغسيل وخلصت الغساله. ايه فرش الغسيل دي؟ ايه فرش؟ انا عماله بتلعثم كتير قوي يا جماعه. المهم ان كله بقى زي الفل، ومش هعمل غدا النهارده عشان خلاص مش قادره اعمل غدا. وبالنسبه للصبغه سالتوني عليها كتير قوي يا جماعه، هي حلوه جدا جدا الحمد لله، مش بتوقع الشعر، مش بتسبب مشاكل. بس لو حد شعره غامق قوي هي مش هتلقط معاه، لان هي مش بتلقط قوي. انا عاملاها لون برجندي فلذيذه معايا لان شعري بني. ولو وصلتم لهنا فشكرا جدا، ويا رب شعركم يطول ويتقل، واستناكم في يوم جديد. باي.